بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو محتار على الأكل وعايزة تعملي عزومة يكون أكلها خفيف كده ويعني ما تاخدش منك وقت، هقولك على شوية حاجات تعمليها. أساسي معاك الكفتة. الكفتة دي معظمنا بيحبها. هقولك على طريقتها السهلة. هتجيبي اللحمة المفرومة، وجبت في الكبة عندي فلفل أحمر على أخضر رومي وقرن فلفل حامي وفصين توم وحوالي 3 بصلات، والكلام ده على حوالي كيلو إلا ربع لحمة. تفرمي الخضار بتاعك كويس وتصفيه في مصفى، تنزلوا منه الميه، والفرم بتاعنا او التفل بتاعنا نضيفه على اللحمه ونعجنها كويس جدا، ونحط عليها بهارات اللحمه. اساسي معايا ملح وفلفل اسمر، ولو عايزه بهارات كفته من عند العطار، وطبعا تحطي معاها بقدونس. واهم حاجه في اللحمه بتاعتك تكون فيها نسبه دهون، سواء انت جايباها بالدهون بتاعتها مفرومه كده، او لو عندك دهون بتحطيها فيها وتفرميها مع الخضروات في الكبه. طيب لو الكفته معاكي بتفك، تعملي ايه؟ نص رغيف عيش بلدي تبليه خفيف في ميه وتضربيه مع الخضروات، او من غير ما تبليه حطي نص الرغيف او الرغيف الصغير اللي هو الشامي، اي عيش حطيه مع الخضار، هيشرب الميه بتاعه الخضار وهيديكي كفته متماسكه ما تفكش معاكي ابدا. تدي الكفته بتاعتك عجنه محترمه جدا لحد ما الانسجه بتاعتها تبان معاكي، وبعد كده تسيبها في التلاجة تريح، وتصبعيها على اي حاجه عندك، على سيخ بتصبعي عليه، على ظهر معلقه خشب، وتعمليها بالاشكال دي. واعملها بالسكينه كده تديها شكل. بيكون عندي الفرن سخن جدا وبدخلها على درجه حراره لحد ما تستوي واطلعها. كمان من الحاجات الخفيفه والسهله اللي تقدري تعمليها وما بتاخدش معاكي لا وقت ولا مجهود، الجلاش. طبعا كلنا عارفين طريقه الجلاش. رقات بتدهني صينيه سمنه وتحطي عليها الجلاش، رقه 2 3، وبعد كده بتحطي اللحمه المفرومه وتحطي بقيه رقات الجلاش وطبقه لحمه مفرومه، وتحطي بقى خلطه الجلاش عباره عن بيضه، كوبايه لبن، وتضيفي عليهم كمان ملح وفلفل والسمنه بتاعتك بعد ما تقطعي الجلاش وتشربيهم وتدخليهم الفرن. كمان هنعمل فراخ مشويه وتتبيلتها سهله جدا، سواء في الخلاط او في الكبه. هتبشري طماطم مع فلفل اخضر حامي او بارد وبصل وتوم وبهارات للفراخ وزيت وليمون وشويه خل وشويه سكر، تضربيهم في الخلاط وتغسلي الفراخ كويس جدا بدقيق وملح، وبعد كده تصفيها وتحطها في التتبيله دي اقل حاجه ساعتين 3، وبعد كده تحطها في الفرن. الرز البسمتي اساس الصينيه في الاول اهو. اي نوع رز بسمتي، هتجيبي سمنه او زبده ومع شويه زيت، وتحطي بهارات الكبسه تجيبيها من عند العطار وتحطيها تشوحيها، وبعدين تشوحي الرز في السمنه لحد ما يتشرب، وبعد كده تحطي عليه الميه المغليه. بعد ما عملنا الرز بتاعنا وتشرب وبقى حلو، نحطه في الصينيه، نكون الصينيه. هنحط في الارضيه كده الرز، وبعدين نحط الجلاش اللي احنا عملناه، بندخله طبعا فرن سخن وبنقطعه، نكون مقطعينه في الاول وبعد كده بنأكد عليه التقطيع ونشيله بالطريقه دي. حاجات كلها سهلة وحاجات مش هتاخد معاكي وقت، وهتكوني صينية محترمة جدا. رصي الجلاش بالطريقة دي، او عايزة تقلبي الصينية كلها المدورة على الصينية، لو صينية كبيرة عندك تقدري تقلبيها على الصينية تبقى مدورة، دي صينية مدورة، او تعملي القطع زي ما انا عاملاها بالطريقة دي في النص كده كأنها وردة. وبعد كده نبتدي نضيف بقى الحاجات بتاعتنا. اتكلمنا الصينيه دي كمان فيها حشوات، لو عايزه تختصري الوقت طبعا بتجيبي الكوسه والفلفل والبتنجان بتوعك متقورين، وبتعملي خلطه المحشي بطريقتك العاديه خالص، تحشيهم. تعملي كمان شويه حله صغيره كده ورق عنب كنوع من الورقيات، تبتدي تحطي المحاشي بتاعتك كده على الجناب. طبعا هنا الصينيه صغيره، لو الصينيه مفروده معاكي اكتر هتقدري توزعيها بطريقه احلى من كده كمان. عايزه اقول لك الصينيه دي مناسبه جدا، يعني في سعرها وفي تكلفتها وفي كده. وزعي بقى وشكلي بالطريقه اللي تريحك انت، طبعا دي حتتك انت ولعبتك انت، تقدري تشكلي بالطريقه اللي تريحك. انا بس بديك الفكره وبقول لك حاجات سهله. صينيه عندنا عملناها من رز بسمتي ايا كان النوع اللي انت حباه، طويل عريض جلاش، والفراخ بتاعتنا شويناها في الفرن. نسيت اقول لك ان احنا عشان ناخد ريحه الفحم بنجيب قطعه فحم كبيره ونحطها، نولع النار ونحطها لحد ما تسخن وتحمر قوي، وبعد كده نحط الحاجات بتاعتنا دي كلها على صينيه
وبعدين الفحم في طبق ونحط عليه شويه زيت ونغطي عليهم بصينيه نكمرهم قوي. اول حاجه بتساعد في حاجتين، تاخد ريحه الفحم، وفي تاني حاجه كمان الفراخ والكفته الحاجات بتاعتنا ما تبقاش ناشفه، تبقى الانسجه بتاعتها طريه. اضيف هنا كمان شويه ورق عنب. كل دي يا جماعه الصينيه تحس ان فيها حاجات كتير بس كلها حاجات بسيطه، يعني مش عامله حلل كتير كتير كتير، لا هي كلها شويه رز، حله رز، شويه حله ورق عنب صغيره خالص، كام سطر ورق عنب، فراخ متبله في كل الحاجات دي مش هتاخد معاكي مواعين كتير ولا تاخد هلك كتير ولا حاجات من دي. يا رب تكون عجبكم، بالهنا والشفا.